خيل أمية مضمارها قدس من جلالة قدرها كانت ملائكة السماء زوارها يقف الأمين ببابها مستأذنا ومقبلا أعتابها وجدارها أضحت عليها آل حرب عنوة في يوم عاشوراء تشن مغارها كم طفلة ذعرت وكم محجوبة برزت وقد سلب العدو زارها يا أبويا أبويا العدو والله ضربني علمتوني وضمني أبويا أبويا العدو أبويا العدو والله ضمني ضربني علمتوني وشتمني لانكسر قلبه ولا رحمني والهضم يا أبويا سقمني إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين رحم الله المتقين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ولذكره الشريف. الصلاة على محمد وآل محمد. لفظ مساجد هو جمع. المفرد باللغة لمساجد قد يكون يأتي مسجد مفرد يجمعون مساجد، وقد يكون مسجد أيضا الجمع ما له مساجد. القرآن الكريم عندما يأتون العلماء لتفسير الآيات القرآنية يأتون أولا من جانب لغوي وبعدين يأتون إلى الاصطلاح. فلما يبحثون هذه المفردات في اللغة لا يقطعون بأنه يراد المعنى الفلاني. ما يقدر المفسر العالم إلا أن يبتني مثلا على رواية عن الإمام يقول المراد من هذا المعنى من المساجد هو هذا، وإلا ما يقدر يقطع مباشرة المفسر يقول رب العالمين يريد هذا، لأنه يقع بإشكال. يعني ايش مدري نحن مراد رب العالمين هذا المعنى وهذا المعنى، لأن هاي كلمة المساجد جمع. نعيدها حتى شوي يصير واضحة. كلمة المساجد جمع، مفرد مالها تجي مسجد وتجي مسجد. إذا قلنا مسجد تفرق عن مسجد يعني مثلا المكان اللي يسجد عليه يسمى مسجد، المكان اللي يسجد فيه يسمى مسجد. لكن إذا قلنا مسجد يعني معناها الأعضاء التي يسجد بها. الفرق. فإذا على هالأساس لما يأتون العلماء لهذه الآية الكريمة شوف يختلف التفسير، فيعطون الاحتمالات وبعدين يقولون لربما الله عز وجل يريد كل الاحتمالات، احنا ما نقدر نقطع انه يريد هذا وما يريد هذا. فبناء على انه مفرد المساجد مفردها مسجد، يريد يقول مفردها مسجد،
فيجي المعنى الأول للمساجد اللي يقصدها رب العالمين أنها مطلق الأرض. الأرض الله عز وجل جعلها مسجد للإنسان. شنو الدليل؟ يقول الدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. النبي يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد بمعنى أنه يسجد عليها، طهورة الأرض مطهرة، أرض مطهرة. في بعض الأحيان إذا واحد لم يجد، لا يجد ماء مثلا، المن يروح تتحول إلى التيمم. وبعض الحالات مو قضية أنه يجد أو ما يجد، بعض الحالات هو يجب عليه التيمم، أو قد يجمع بين الوضوء والتيمم. فالتيمم بمن؟ التيمم بالأرض. إذا التيمم بمطلق الأرض، يتيمم الإنسان بالتراب. فإذا التراب صارت طهور لو مطهر، صارت طهور، صارت يعني مكان الماء، مثل ما الماء طهور أصبحت الأرض طهور. وكذلك الأرض تطهر باطن القدم. قدم جلكم الله، إذا واحد أصابته نجاسة باطن قدمه ممكن أن يمشي على الأرض وهو حافي، والأرض تزيل عين النجاسة. إذا زالت عين النجاسة أصبحت رجله طاهرة، يعتبرها طاهرة. فإذا جعلت لي الأرض مسجدا، أولا مسجدا وطهورا. فإذا مطلق الأرض هي مسجد. الله عز وجل جعل من مطلق الأرض أنه الإنسان إذا أراد أن يصلي، أراد أن يسجد على الأرض. إذا بالأصل أنه السجود على الأرض. احنا علماءنا يفصلون هذه يعني الآيات الكريمة، بناء على هذه الآيات يجيبون الأحكام الشرعية ويقولون الإنسان إذا يريد يصلي على الأرض. وبالنسبة للنباتات يعني على ما أنبتت الأرض من غير الملبوس والمأكول ممكن أن الإنسان أيضا يصلي عليها. هذا الحكم الشرعي، إلا حالة واحدة هي الأرض المغصوبة. إذا أرض مغصوبة فبعد ما يصير، لأنه الصلاة تصير باطلة على الأرض المغصوبة. يعني واحد مرة يجي إلى أرض وهو غاصبها ويريد يصلي بها، يقول له صلاتك ما مقبولة، صلاتك مو صحيحة.